وجود أي ضرب إلى خارج الملعب. 22-20. إذن يعود اللاعب سعيد سالم الذي أخذ قسطا من الراحة. 3 وخروج اللاعب رقم 10. طبعا أعطاه فترة راحة كافية على أساس الحين يستخدم خبرته في إنهاء الشوط لصالحه. نعم، هو يقترب الآن على بعد 3 نقاط من نهاية هذا الشوط. سر نجاح النجم البحريني في حائط الصد أعزائي المشاهدين، وهو الآن يقترب من إنهاء هذا الشوط والمباراة لمصلحته، ليتوج بذلك مؤقتا بالمركز الأول باستدار جولة القد التي سيقابل فيها النادي العربي الكويتي. إذن لقاء القمة والقاع سيكون غدا إن شاء الله. إذن كرة ناجحة للنصر الإماراتي كما شاهدناها بالعرض البطيء. وكرة المباراة أعزائي المشاهدين لفريق النجمة البحريني. التبديل بين اللاعب 8 واللاعب 14. هذا أيضا يدخل كحائط صد كان ينهي بالشوط. خالد محمد عبد القادر إذن لاعب يتميز بحائط الصد، يدخله الكابتن او مدرب النجمه عيسى القطان محل اللاعب فؤاد عبد الواحد. هل ستكون هذه كرة الشوط؟ لا، الى خارج ارض الملعب مرة ثانية. اذن يعود اللاعب مرة اخرى فؤاد عبد الواحد. إذن هل ستكون هذه هي نقطة الشوط والمباراة بعد مباراة ماراثونية جميلة شاهدناها؟ لا يفوتني أعزائي المشاهدين إلا أن أتقدم بالشكر إلى الحكم الدولي الحكم عبد الخالق عيسى الصباح، الحكم الدولي من مملكة البحرين الذي شاركني هذا النقل، والشكر موصول أيضا إلى الفريقين وإلى الجمهور المتواجد في الصالة الرئيسية. وكما نشاهد الفرحة العارمة لفريق النجمة بهذا الفوز الذي يوصلهم إلى النقاط الكاملة بانتهاء الجولة الرابعة. أعزائي المشاهدين أشكر الكابتن وأتمنى لقاءك إن شاء الله في مرات قادمة. شكرا أعزائي المشاهدين، وأعود بكم إلى مذيع الصالة الرئيسي هنا لإجراء بعض المقابلات. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.